حكايتنا النهاردة حكاية من أجمل الحكايات. حكاية الزرافة الطيبة. في غابة جميلة كانت بتعيش زرافة طيبة اسمها زوزو، وكانت كل الحيوانات مش بتحبها بسبب طولها وضخامة حجمها، فكانت الصغار أول ما تشوفها تخاف من طولها وتفتكر إنها ممكن تدوس عليهم. وأوقات كانت زوزو بتعدي فتدوس على الأزهار من غير قصد، وده لأنها مش بتبص تحت رجلها وهي بتمشي، فتزعل منها الفراشات والنحل. حست الحيوانات الصغيرة بالضيق من طول الزرافة وقررت مقاطعتها، فحزنت زوزو جدا وحاولت كتير إنها تصالح الحيوانات لكن من غير فايدة. وفي يوم من الأيام كانت الزرافة بتاكل في أوراق الشجر، وفجأة شافت عاصفة بتقرب من بعيد، ما قدرتش الحيوانات تشوفها لصغر حجمهم. قالت الزرافة الطيبة بصوت عالي وحذرت سكان الغابة وقالت: استخبوا، هناك عاصفة بتقرب مننا. سمعت الحيوانات كلام الزرافة واستخبت في الجحور لحد ما مرت العاصفة. عرفت الحيوانات إنها كانت مخطئة في حق الزرافة. اعتذرت الحيوانات للزرافة وأصبحت زوزو أكتر الحيوانات شعبية في الغابة. ونحكي حكاية تانية، حكاية الديك الذكي والثعلب المكار. يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك ديك ذكي وجميل قاعد فوق غصن شجرة وهو بيصيح بصوته العذب الجميل. عدى ثعلب من تحت الشجرة اللي قاعد عليها الديك، سمع صوته وبص ليه وهو بيقوله: ايه الصوت الجميل ده؟ قال الديك: شكرا ليك. قال الثعلب: أنا معجب جدا بيك، أنا معجب جدا بشكلك الجميل وصوتك العذب. يا ترى ممكن تصيح من تاني عشاني؟ قال الديك: حاضر. وبدأ الديك يصيح من جديد، فطلب منه الثعلب مرة تانية إنه يصيح، فصاح الديك واستمر الثعلب يطلب منه إنه يصيح، والديك يقبل في كل مرة ويصيح علشانه. وأخيرا قال الثعلب للديك بصوت رقيق وهادي: انت حيوان جميل وعندك صوت عذب ورائع وقلب طيب، ليه بنعيش في عداوة وخوف؟ ليه ما نعيش مع بعض في صداقة جميلة؟ يلا نعمل عهد صلح ونعيش في صداقة وأمان وسلام. يلا انزل علشان أعرف إنك قبلت صداقتي. فكر الديك الذكي شوية وقال: طيب ما تطلع انت عندي لو كنت عايز تصالحني. قال الثعلب: بس أنا ما أقدرش أطلع على الشجرة، انزل انت لأني مشتاق جدا إني أحضنك وأبدأ معاك صداقتنا الغالية. يلا انزل بسرعة لأن عندي مهمة ولازم أمشي بسرعة، وأنا عايز دلوقتي إني أصالحك قبل ما أمشي. قال الديك: مفيش مانع، لكن استنى شوية لأني شايف الكلب جاي من بعيد وأنا عايزه يكون شاهد على صداقتنا علشان يفرح معانا وممكن يحضنك هو كمان ويتصالح معاك وتنتهي من عداوتكم. أول ما سمع الثعلب إن الكلب جاي جري وهرب بسرعة وهو بيقول: أنا مشغول دلوقتي، نأجل اجتماعنا
ليوم تاني. وجري بسرعة. ضحك الديك الذكي بصوت عالي اللي نجي من الثعلب المكار بذكائه وحيلته. ودي كانت حكايتنا النهاردة، بس لسه في حكايات كتير. استناكم بإذن الله في يوم تاني وحكاية تانية من أجمل الحكايات.